السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في قناة الوحش البادج الإنجليزي. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يرد على الأمة الإسلامية كلها بالعيد والبركة والخيرات بإذن الله إن شاء الله. ربنا يا رب يجعله موسم خير على الجميع، وربنا يا رب يجعلها أيام مفترجة على الجميع، وإن شاء الله بإذن الله مغفرة ورحمة وعتقكم من النار بإذن الله في هذا الشهر الكريم. النهاردة كان معنا نتكلم على حالة خاصة النهاردة. كان في عندي عصفور. العصفور عندي منع أكل مرة واحدة، عالجته. كان ابتدى معاه معوي وما خدتش بالي إن في حاجة في معدته، فالجزء كان في معدته تقريبا حاجة قد كده، فأنا اديت إن أنا أضطره أديله معوي كويس وبالقطارة عشان يبقى فعال أكتر. ما جابش نتيجة، والجزء الصغير اللي في المعدة اللي بقى قد كده بقى قد كده بعد يومين. طبعا انا بالنسبه لي انا مش يعني اول حاله تعدي عليا بالطريقه ديت، تمام. فانا قلت لازم اعرف الدنيا فيها ايه. طبعا الموضوع النتيجه ادت للوفاه في الاخر، يعني عدم اكل. طبعا المعده فيها مشكله، وكنت عايز اعرف الموضوع فيه ايه، تمام. المفروض ان انا بعمل حاجتين: يا اما باخد العصفور واطلع بيه على دكتور بيطري بعد حاله الوفاه ويشرحه، او ياخد منه عينه ويحللها ويشوف النتيجه فيها ايه، تمام. فانا قلت ايه، هنقصر الموضوع ونشوف. هناخد احنا عينه، تمام، وانا هبعتها على دكتور زميلي، تمام، ونعمل تحليل ويشوف الموضوع فيه ايه، عشان خاطر المشكله ديت لو قابلتنا تاني او قابلت حد تاني نقدر ان احنا نعالجها، او نقدر نتصرف معاها قبل ما يحصل الوفاه. اتفقنا كده؟ اتفقنا كده. طبعا انا محضر ملقاط موس لسه جديد، الطير طبعا، وبتادين، بحيث ان ايه لو في اي حاجه مطهره بعد ما نخلص كل حاجه، تمام. الفكره هنا بس ان احنا كنا عايزين يعني نشوف العينه اللي هتطلع، هل هي عينه اكل ولا ورم، ولا هنشوف ايه. ده اللي هنشوفه معانا في الفيديو باذن الله ان شاء الله. تابعنا وهيوصلك باذن الله ان شاء الله كل فيديوهاتنا، واعمل لايك وشير ومتابعه، تمام، عشان يوصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده حالة العصفور، تمام. يعني انا يعني مش هقول لك، يعني انا صعبان عليا اللي هعمله، بس طبعا لا حياء في العلم ولا حياء في الدين. احنا كل ما هنالك ان احنا بنحاول نوصل لمرحلة، تمام، ما نقعش فيها تاني، عشان خاطر احنا ما بنربيش يوم واتنين بس، لا احنا بنربي سنين، وسنين ديت بتقابلنا مشاكل كتير قوي ما بنبقاش عارفين ايه مشكلتها وايه حلها، تمام. فاحنا نحاول نشوف الموضوع دوت معانا، وان شاء الله باذن الله خير، وربنا يا رب ما يوريها لحد يعني. بسم الله. طبعا انا هحاول اشرح جوه العلبه عشان خاطر المنظر العام قدام الكاميرا يعني، تمام. طبعا زي ما انا متوقع، الجزء اللي كان هو مدور وكان عامل تكيس على المعدة هو ده اللي كان السبب، لان العصفور كلب بالفعل. العصفور كلب بالفعل كنسل اسمه. العصفور كلب بالفعل مفيهوش اي مشاكل، تمام، بس الجزء اللي عامل تكيس على المعدة دوت، تمام، هو اللي تقريبا قفل مجرى المعدة، تمام. هنحاول ناخد من الجزء دوت عينة ونحلله ونشوف الدنيا فيها ايه، لكن الاكل نازل سليم ومفيهوش اي مشاكل، تمام. لكن المشكلة كلها فين؟
المشكلة كلها في الحتة الصغيرة اللي هي عملت تكيس على المعدة ومنعت ان المعدة تهضم الاكل اللي بياكل. فطبعا العصفور بقى ياكل ومفيش هضم، فبقى ياكل لحد ما معدته اتملت، تمام، لحد ما مات للأسف يعني. ماشي. احنا هناخد عينة وهنوديها للدكتور، وان شاء الله بإذن الله خير. ماشي. وان شاء الله بإذن الله هبلغكم بكل الجديد، ونعرف المشكلة دي حصلت ازاي وهيكون علاجها ايه، عشان لو وقت معايا حد فيكم. وان شاء الله بإذن الله كل مرة معلومة جديدة، فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.